النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث قال نزلت الأمانة في جزل قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام النوم يعني يغفل عن الحكم مرة وبعدين تقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثل المكت زي لدعة السيجارة كده أو لدعة النار. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. مش عملت علامة، لا ده عملت بؤبيشة، وهكذا تتوالى حتى يأتي الران على القلب. يبقى الغفلة بتتلصص على ايه؟ على النفس الإنسانية. ليه؟ كل ما يغفل عن حاجة يجي نقطة تتحط، يغفل عن حاجة ولكن اللي ما بيغفلش كل ما يتذكر حكم ياخد حلاوته يتن الحكم على